السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنعمل الكحك بكل تركاته وكل تفاصيله. هنعمل الكحك بكل حاجة فيه. بصوا جمال من فوق ومن تحت، والكحكاية ما شاء الله عليها، ولا نقشة راحت ولا أي حاجة. بصوا من جوه مفرج وجميل جدا ودايب دايب دايب. بصوا الكحكاية عاملة ازاي، دايبة 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 جامد معايا. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان تعرفي ازاي اتعمل الكحك بكل تفاصيله، وفي تريكات اتعملت فيه لازم تاخدي بالك منها عشان يطلع معاكي بنفس النقشه ونفس التفاصيل بتاعته دي ونفس الحلاوه بتاعته دي، ما يفرقعش ولا كمان النقشه بتاعته تروح وينفخ معاكي. يلا بينا على طول نبدا الوصفه ونسمي بسم الله ونقول اتعمل ازاي الكحك بكل تفاصيله. يلا بينا نبدا ونسمي بسم الله. مقادير الكحك بتاعتنا دول هعمل مقدارين، يعني 2 كيلو دقيق. لو انت هتعمليهم طبعا مقدار واحد يبقى اقسمي كل المقادير اللي انا هقولك عليها دي على مرتين. عندي هنا 2 كيلو دقيق، تمام، كيلو من السمنه من العلبه على طول، مش هسيح. لو عايزه الكحك دايب قوي زياده عن اللزوم حطي 100 جرام تاني على الكيلو، تمام. عندي كوبايه ميه دافيه عاديه. عندي هنا 4 معالق من لبن بودر، نص معلقه كبيره من بيكنج باودر، وزيها من الخميره الفوريه، ورشه ملح ربع معلقه صغيره، ومعلقه كبيره من ريحه الكحك. وعندي هنا 150 جرام من السكر البودر اللي هو ما يعادل كوبايه الا ربع. وزي ما قلت لك احسن ان انت توزني بالميزان احسن من الكوبايه بكتير. وعندي هنا اسانس السمنه البلدي واسانس الحليب اللي معانا في كل مخبوزات العيد. هنا عندنا هناخد اول حاجه اللبن البودر والخميره الفوريه والبودر البيكنج باودر ورشه الملح وكمان ريحه الكحك، هنحطهم على الدقيق. السكر البودر معاهم، عايزه بتحب سمسم تحطيه معاهم، حطي معاهم معلقتين كبار من السمسم، لكن هنا انا عندي ما بيحبوش السمسم كتير في الكحك. 150 جرام من السكر البودر المنخول. هنقلب المواد الجافه بتاعتنا، قلبيها كويس جدا عشان تدخلي اللبن البودر وريحه الكحك والخميره والبيكنج باودر في الدقيق نفسه، تمام. هنركنهم كده على جنب. عندي في السمنه هنا هنحط على السمنه ما يعادل معلقه كبيره من ريحه السمنه البلدي عشان تديك الريحه، معلقه كبيره، ومعلقه زيها اسانس حليب عشان انا عامله مقدارين. زي ما قلت لك لو انت هتعملي مقدار واحد يبقى تقسمي الحاجه على مرتين بس كده، تمام. وهقلب السمنه والاسانس الحليب واسانس السمنه البلدي مع السمنه نفسها قبل ما انزل على الدقيق. مقولكيش الريحه تحفه. دي سمنه من العلبه على طول، ولا سيحت ولا جمدت من التلاجة، خدتها من العلبه على طول على الدقيق. هنزل بالسمنه بتاعتي كلها، الكميه كلها. احنا قلنا كيلو من السمنه على 2 كيلو دقيق. هنزل بالسمنه على كوبايه الميه شويه، وهبتدي ابس. نشيل بقى السباتشوله بتاعتنا وننزل بايدينا. هنبتدي نبس الدقيق بالسمنه
بسيه بس كده يعني بايديك الاتنين، بين ايديك الاتنين وهنبسه. يعني اهم حاجه تلمي الاول الدقيق بالسمنه، ولازم للبس ده اهم مرحله في الكحك كله. يعني لازم الدقيق كله يتغلف بالسمنه، ما تستعجليش عليه. كده احنا غلفنا الدقيق بالسمنه. هنعمل ايه؟ هنمسك الدقيق هنعمل كده. لازم المرحله دي في الكحك علشان يطلع معاكي ناعم ودايب، وزي ما بيقول الكتاب زي ما بتاكليه من بره بالظبط واحلى بكتير. لازم تفركي العجينه كده بين ايديكي وتدخلي السمنه في الدقيق كله. يعني ممكن ياخد منك حركه 10 دقايق بس. كده بس هنا الدقيق مع السمنه تمام. هننزل بكوبايه الميه كلها. طبعا احنا عشان عاملين مقدارين ممكن تاخد معانا كوبايه تاني من الميه، بس هنعجن الاول ونشوف الكحكايه بتاعتنا. لو عايزه ميه هنحط لها. نعجني كويس قوي كده عشان ما تزوديش سوائل وتنشف معاكي الكحكه. هي كده محتاجه نص كوبايه تاني او كوبايه الا ربع ميه تاني. كده العجينه بتاعتنا بصوا لسه عايزه ماده سايله تاني. جبت لها كوبايه مش كوبايه الا ربع عشان احنا حاطين 2 كيلو. هعجن بصوا 3/4 كوبايه، وبعد كده هشوف برضو العجينه ونلم بقى العجينه كلها مع بعض ونسيبها ترتاح لمده ربع ساعه عشان طبعا فيها الخميره، وطبعا علشان تشكلك المنقاش يطلع معاكي حلو جدا، والشكل بتاعها بتاع البصامه يطلع حلو جدا. فهنريحها ربع ساعه ونشكلها على طول. ابتديت اشكل في الكحك. جبت اهي العجينه بتاعتنا بعد ما سبتها تريح ربع ساعه، وابتديت اكور كده، اخد حته حته كده صغننه وامررها في ايديا الاول، اسخنها، وبعد كده ايه هنعمل كده، هندوس دوسه مش كتير برضو. بصي كل ما الكحكه بقت صغنونه كل ما تبقى حلوه معاكي. بالمنقاش انا بحب المنقاش عن البصامه عشان المنقاش بيشيل سكر، يعني السكر بيبقى موجود فيه. بصوا اهي النقشه اللي انت عايزه اللي انت عاجباها اللي عاجباكي اعمليها تمام. هنعمل بقى كل الكحك بتاعنا. عايزه بقى تحشيه عجوه، تحشيه ملبن، تحشيه مكسرات، اي نوع اي حاجه تحشيها بيها احشيها، دي حريه اختيار بتاعك. فهنعمل بقى بقيه الكحك بتاعنا وندخلهم على درجه حراره 180 لحد ما يستوي يحمروا، بس يا دوبك تحميره من فوق ومن تحت، وما تحمريش قوي عشان ما تنشفش معاكي الكحكه في الفرن. هنعمل بقى الكحك كله هنشكله وبعد كده نحطه في الفرن ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. كده طلعنا الكحك بتاعنا. بصوا بقى الجمال، ولا النقشه راحت ولا اي حاجه خالص، ولا هو فرقع ولا اي حاجه خالص. بصوا نقشه الكحكايه زي ما دخلناها طلعنا الكحك من الفرن. اتبعي بس الخطوات واحده واحده وشوفي الفيديو الاخر عشان تعرفي ازاي التريكات بتاعته، عشان تعرفي تسويه كويس وتطلعيه بنفس النتيجه دي واحسن ان شاء الله. بس كده النهارده خلص الفيديو بتاعنا، و اترككم في حلقه الله. بس ما تنسوش لايك وشير الفيديو، وننزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.